مفاجأة جديدة في جريمة عروس بورسعيد. اتهام زوجة شقيق الخطيب بالقتل وإنهاء حياتها داخل شقة كانت معدة لزواج الضحية. في تطور جديد وصادم بقضية مقتل الطفلة فاطمة المعروفة إعلامياً بعروس بورسعيد، كشفت معلومات متداولة عن مستجدات تقلب مسار التحقيقات وتشير إلى اتهام دعاء زوجة شقيق خطيب فاطمة بالتورط في الجريمة قبل أن تنهي حياتها داخل الشقة غير المكتملة التي كانت معدة لتكون عش الزوجية للضحية. الواقعة تعود إلى زيارة عائلية خلال شهر رمضان، حين توجهت فاطمة البالغة من العمر 15 عاماً برفقة والدتها إلى منزل خطيبها البالغ من العمر 30 عاماً في قرية الكابة بمحافظة بورسعيد لتناول الإفطار. ومع امتداد الجلسة حتى السحور تم الاتفاق على مبيتهما هناك بسبب تأخر الوقت. في صباح اليوم التالي بدأت الأحداث تأخذ منحنى غامضاً بعد أن اختفت فاطمة من غرفتها في ظروف مريبة، حيث عثر على الفراش مغطى ببطاطين توحي بوجود شخص نائم، قبل أن يتم العثور عليها جثة هامدة داخل الشقة العلوية غير المشطبة. ووفق ما أعلن سابقاً، أظهرت المعاينة الأولية وجود كسر في الرقبة وآثار تكتيف في اليدين والقدمين وعلامات خنق، إضافة إلى إصابات متفرقة. غير أن المعلومات المتداولة حديثاً تشير إلى أن المتهمة الرئيسية في الواقعة هي دعاء زوجة شقيق خطيب فاطمة، والتي تم عرضها على جهات التحقيق في إطار استكمال الإجراءات القانونية. وتضيف هذه المعلومات أنها أنهت حياتها داخل الشقة ذاتها التي كانت مخصصة لزواج فاطمة، في تطور درامي يزيد من تعقيد المشهد. حتى الآن تظل هذه التفاصيل ضمن ما يتم تداوله في انتظار بيان رسمي نهائي من جهات التحقيق يحسم الملابسات ويحدد المسؤوليات بشكل قاطع. القضية ما زالت قيد التحقيق، والرأي العام يترقب نتائج الطب الشرعي والقرارات القضائية التي ستكشف الحقيقة الكاملة وراء واحدة من أكثر الوقائع إثارة للجدل في بورسعيد خلال الفترة الأخيرة.